هو نظام الساعات المعتمد؟ طب ما هو ال GPS؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه في فيديو النهاردة. الأول ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بننزله. يلا. أولا لازم تكون عارف نظام الكليات في مصر. نظام الكليات في مصر نظامين: نظام السمستر أو الترم، نظام الساعات المعتمدة. نظام السمستر أو الترم وده باختصار بيكون مثلا إنك بتدرس في الترم وليكن 6 مواد. الترم الأول، الترم الثاني 8 مواد، يبقى عندك توتال 14 مادة. 14 مادة أما تظهر النتيجة علشان تدخل السنة اللي بعدين لازم تكون ناجح في ال14 مادة، أو شايل مادة أو شايل مادتين بالكتير. لو شايل 3 مواد ما تدخلش السمستر اللي بعده وتعيد السنة على 3 مواد. كان في نظام الساعات المعتمد. نظام الساعات المعتمد ده يا سيدي وده نظام أمريكي مطبق في أمريكا وتم تطبيقه فعليا في مصر، ولكن مش في كل الجامعات. ركز معايا كده، هو من اسمه نظام الساعات المعتمدة. بيكون معتمد على الساعات، بيكون معتمد على الساعات اللي بتدرسها في السمستر أو الترم. بتكون كل جامعة مختلفة على حسب اللائحة بتاعت كل جامعة. بتكون الساعات من 18 إلى 23 على حسب كل جامعة، بتختلف من جامعة لأخرى. في مواد بتكون ساعة، وفي مواد بتكون ساعتين، وفي مواد بتكون 3 ساعات. هبسط لك الدنيا، مثلا عندك مادة من 150 درجة يكون 75 لورقة الفاينل، 15 للأورال أو الشفوي، و40 للعملي، و20 للميد ترم أو أعمال السنة. أنت بقى هنا في الساعات المعتمدة أنت اللي بتحدد أنت عايز تدرس إيه. أنت عايز تدرس إيه، مش بتجيب مواد من دماغك. بيبقى عندك مثلا 165 ساعة وبتختلف من جامعة لأخرى. أنت في الترم بتحدد عايز تدرس إيه في الترم، بس يكون في إطار عدد الساعات المحددة لك. مثلا بيكون عندك ترم وليكن مثلا تسجل فيه 21 ساعة مثلا، بتجيب مواد ب21 ساعة وتسجلها عادي. ولكن في حاجة اسمها المواد المتصلة، مثلا أورجانيك 1. أنت مسجل أورجانيك 1، عشان تدرس أورجانيك 2 لازم تكون ناجح في أورجانيك 1. طب ما نجحتش في أورجانيك 1 ما تدرسش أورجانيك 2، ما ينفعش تسجلها بدل ما ما نجحتش في أورجانيك 1. وده في كل المواد المتصلة. أما المواد المنفصلة اللي هي لوحدها مش مرتبطة بمادة تانية فبتسجلها عادي. فدي حاجة مهمة تخلي بالك منها، لأنها بتقيدك وبتحس إنك متكتف في المادة، ممكن تتأخر عن دفعة. طب خلاص أنت سجلت المواد ودرستها وامتحنت عليها وظهرت النتيجة. هنا بيظهر حاجة اسمها الجي بي اي. الجي بي اي ده بيكون تقييمك في الترم، بيكون من 0 إلى 4. من 4 إلى 3 و7 بيكون إيه اللي هو امتياز، ومن 3 و6 ل2 و7 بيكون بي اللي هو جيد، ومن 2 و6 ل1 و7 بيكون سي اللي هو جيد، ومن 1 و6 إلى 1 بيكون بي اللي هو رفض. أقل من 1 بيكون إيه اللي هو رفض. أنت طالع الجي بي إف بتاعك 2.5 من 10. حلو كده. سي اللي هو جيد، اللي هو لازم. خلاص هتدخل السمستر اللي بعده وتسجل موادك عادي مع دكتورتك عادي. طب وليكن طلع الجي بي إيه بتاعك أقل من 1، عادي بتسجل موادك مع دفعتك عادي وتدخل السمستر عادي، بس بتسجل المواد كلها. بتسجل 10 ساعات وبتختلف من جامعة لأخرى، وهنا بيكون اسمك طالب متعثر أو طالب متعثر أكاديمي. ودي حاجة مش كويسة لأنها بتكون أقل ترم دراسة وأقل ترم تسجيل للمواد، هتضطر ما تسجلش مواد وهتتراكم عليك وحتما هتتأخر عن الدفعة. طب إيه الأسباب اللي بتخليك تسقط؟ 3 أسباب. أول سبب إنك ما دخلتش امتحان الفاينل. تاني سبب ما حليتش 60% على الأقل من ورقة الفاينل. تالت سبب إن الجي بي إس بتاعك أقل من 1. طب في حل؟ أيوه في حل. الحل إنك بتدخل حاجة اسمها السمر أو السمر كورس، يكون فصل دراسي مصغر. في الساعة بتدرس فيها محاضرة، يحط لك في الساعة 3 محاضرات أو 4 محاضرات.
وده بيكون بمقابل مادي، بيكون من 1000 إلى 5000 جنيه على حسب كل جامعة. يعني مثلا لو هتسدي المادة 3 ساعات بيكون من 3000 إلى 15000 جنيه على حسب كل جامعة، تختلف من جامعة لأخرى. كده خلصت ال5 سنين أو ال6 سنين أو ال7 سنين على حسب كليتك بشكل عام، وكلية صيدلة بشكل خاص. كده بتتخرج بشهادة اسمها فارما دي أو فارما دي كلينيك. طب إيه الفرق ما بين فارما دي وفارما دي كلينيكال؟ ده اللي إن شاء الله نعرفه في الفيديو الجاي. وفي النهاية لو استفدت تضغط لايك أو ديسلايك عادي، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بنزله. ولو عندك سؤال اكتبه في التعليقات وهنرد على كل أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.